مضيق هرمز لا يعني أمريكا أو إسرائيل بالدرجة التي يتخيلها كثيرون. صحيح أن هرمز هو أقوى ورقة استراتيجية بيد إيران، وصحيح أن مجرد التهديد بإغلاقه يرعب الأسواق ويهز العالم، لكن الحقيقة مختلفة تماما. كل ما يقال عن هرمز مجرد تضليل استراتيجي لإخفاء الهدف الحقيقي. الهدف الحقيقي هو السعودية أولا، وتضرب معها دول الخليج كلها، الكويت، العراق، الإمارات. لكن الضرر لا يتوقف هنا، بل يمتد إلى الصين والهند واليابان. ضرر الصين من إغلاق هرمز يخدم المصالح الأمريكية استراتيجيا أكثر مما يضرها. إيران من حيث لا تدرك قد تدفع السعودية نحو التطبيع بدلا من أن تبعدها عنه، وقد تدفع المنطقة كلها إلى إعادة تشكيل تحالفاتها بطريقة أخطر بكثير مما تتصور طهران. أمريكا تستغل سلوك إيران وتستفيد من حقيقة أن الخليج يبقى تحت تهديد دائم عبر مضيق هرمز. والرسالة غير المعلنة للسعودية واضحة جدا: طالما أن مضيق هرمز يبقى تحت التهديد الإيراني المستمر، فعليكم أن تبحثوا عن بديل. وهنا تبدأ اللعبة الأخطر. برأيك فما هو البديل؟